اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مع قناة هلا حسنات وفيديو جديد ان شاء الله. ولو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي. وان شاء الله النهاردة فيديو فلاحي على اصوله، وهنخبز العيش النهاردة ونقول بسم الله كده ونبدأ. هو انا اول رغيف طلعته ما شاء الله شكله يفتح النفس وجميل ازاي. انا بقى عايزاكي مديه اول ما تجيبيه تنخليه، بس انا المقطع ده كنت عامله معاكم قبل كده فمرضتش اعجن معاكم تاني. فانا جبت الدقيق ونخلته الكميه اللي انت عايزاها، عايزه 10 كيلو 20 كيلو زي ما انت عايزه حبيبتي. جبته ونخلته وعجنته بميه. وخلي العجينه في الشتا طريه، ما تخافيش منها. لو في الصيف خليها يابسه، انما في الشتا ما تخافيش خليها طريه. وحطيت له خميره، حطي قد 5 معالق خميره فوريه عاديه زي ما انت عايزه، مش هتفرق. هتسيبيه ساعه ساعه ونص بالكتير وهتلاقيه خمر. وبعد ما خمر بقى بجيب ميه او زيت حسب ما انت عايزه تقرصي بايه. جبت ميه على زيت انا وقرصت بهم. وبصوا ما شاء الله بيطلع مدور معايا ازاي. ولازم اعمله على الصينيه واغطيه. ليه بعمله على الصينيه؟ عشان ما يشمش هوا، وبغطيه بصينيه تانية برضو عشان مفيش اي حاجه تخش له. ما شاء الله بيفضل معايا طري وباجي اريحه وبيريحني. اهو ما شاء الله شكل العيش. وكده يا بنات بقى كنت هخبز. بحط ردة الاول على المطرحة واشيل بقى يا بنات وارح. هو الرح مش ظاهر قوي بس انا بشيل وارح، تودي يمين وتودي شمال، مرة في مرة هتتعودي. بصوا ما شاء الله شكل الرغيف ولا بيلزق ولا اي حاجة، وبيتنفخ معايا في الفرن ازاي. انا بحدف رغيفين في الفرن مش واحد عشان الغاز طبعا. ولو مشروع ده برضو يكسبك كويس ما شاء الله. يعني انا كنت خابزة 20 كيلو ما شاء الله، يعني جابوا معايا يجي 55 رغيف او 60 رغيف كمان ما شاء الله، على حسب ما انتي بقى بتعملي، عايزاه كبير عايزاه صغير براحتك حبيبتي. بصوا ما شاء الله شكل العيش يفتح النفس. انا كنت خابزة كمية محترمة. انا بحب يعني اقعد وانون نفسي كده. طبعا سلفتي بتيجي برضو تساعدني، بس انا قلت لها سيبيني انا اخبز ايه مع نفسي، بحب اشيل واعمل مع نفسي. ما شاء الله ولا يلزق معاكي ولا اي حاجه. يلا لو لسه مشتركتيش في قناتي اشتركي. اهم حاجه تحطي رد على المطرحه عشان ما يلزقش في المطرحه، وتريحي كويس. تودي مره يمين ومره شمال، وهي مره في مره انت هتتعودي، مش من اول مره طبعا. بس طبعا نضيف واحسن من الجاهز 100 ألف مرة. كفاية ان انتي عاملاه بايدك بس. ما شاء الله كل العيش اللي بطلعه منفوخ وما شاء الله جميل. كان سخن على ايدي كده. بصوا ما شاء الله. يعني هو المثل بيقولك ادي العيش لخبازه ولو كان نصه. وما تحدفيش طبعا رغيف واحد في الفرن عشان الغاز طبعا. تحدفي واحد وتستني، تحدفي واحد وتستني، مش هتخلصي كده. على طول 2 ما شاء الله بنخلص بسرعة، والكمية بلاقيها خلصت. وانا ما شاء الله كنت خابزة، يعني سلفتي كانت خابزة الاول شوية ورا برضه اهو. وما تحطوش في بعضه وهو سخن، يعني حاولي ما تحطوش في بعضه قوي عشان ما يعجنش. يعني خليه بعيد عن بعضه كده.
طبعا انا كنت حاطه طبليه كبيره وكنت بحط عليها، والصينيه اللي قدامي دي كنت بريحها عليها الرد عشان يعني برضو الرد متقعش في الارض. والعجين لما بيبقى في الشتا طري ما شاء الله بيبقى جميل، يعني ما بيتعبكيش ولا اي حاجه. بص ما شاء الله العيش. لو وصلتي معايا لحد هنا متنسيش الاشتراك واللايك. انا دلوقتي برضه هوريكم الكميه اللي انا خبزتها، ما شاء الله كميه محترمه. بجد 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 حاجه تفتح النفس، يعني لما بيبقى الخبيز حلو كده وبيطلع حلو معاكي من الفرن بيفتح نفسك ان انتي تكملي. لو طلع معاكي مش كويس ما بيخليكيش عايزه تكملي اصلا. واسبابه ايه؟ ان هو يطلع معاكي مش كويس، ما تسيبوش يخمر كويس، تخبزيه على طول، ما تسيبوش بعد ما بتقرصيه برضو بتسيبيه يرتاح حبه. لو خبزتيه على طول برضو بيبقى مش حلو، سيبيه يرتاح حبه وبعد كده اخبزيه بعد ما تقرصيه. واهم حاجه ترشي رد على كنتي هتقرصي على صينيه، بس تقريص الصواني بصراحه احسن، مبيخشوش هوا خالص. بس ما شاء الله يعني كله بيتنفخ معايا. ومشروع مربح يا بنات والله للي عايزة تعمله، يعني مشروع حلو والله بجد. ولو مبتعرفيش اتعلمي، يعني ما فيش حد بيتعلم بسرعة، يعني مرة في مرة تتعلمي. بص ما شاء الله العيش. كانت سلفتي جايه تساعدني بس قلت لها سيبيني. ما شاء الله ما هو طالع معايا حلو، قلت لها سيبيني سيبيني انا هكمل، لو طلع وحش بقول لها اقعدي. بس ما شاء الله شكل العيش. ودي يا بنات كنت الكمية اللي خبزتها، ما شاء الله كمية كبيرة. اهو يا بنات شكل العيش كله اللي انا خبزته، ما شاء الله شكله يفتح النفس. بألف هنا للي ياكله. استنوني بقى في فيديو جديد ان شاء الله.